الأخ أحمد من طرابلس يسأل يقول: هل يدخل ما أعطاه الحي قبل موته، هل يدخل في الميراث إذا مات؟ العطية أنواع. هناك من العطايا ما إذا قال: خذ يا فلان، استلم فلان في ذات الوقت، يعني أعطاه مبلغ مالي واستلمه وذهب به، هذا بالتأكيد لا يدخل في الميراث لأنه ذهب قضى. أما إذا كانت العطية أرض أو أيضا حتى مال أو سيارة ولكن المعطى له لم يأخذها، لم يستلمها، بقيت إلى أن مات الرجل. يعني قلت لفلان: تعال ليعطيك السيارة، تأخر عني أياما وجاء الأجل، فالسيارة تدخل في الميراث. لماذا؟ لأن من أعطيته السيارة، من وهبته السيارة، من تنازلت له عن السيارة لم يأتي ويستلمها، وتمام ملكها يكون باستلامها أو بالجد في طلبها، وهذا لا اللي هو طلبني وقال لي هات اللي أعطيتها، ولا هو اللي استلمها قبل ما تحصل عندي حاجة. فالعطية لو استلمها أصحابها قبل موت مالكها لم تعد ملكا له لو استلموها، حتى وهو حي ما عادش يقدر يطالب بها، إلا في عطية الوالد لولده، الأب أو الأم لولده، هذا حكم مختلف له تفاصيل، لكن لهم الحق في اعتصار تلك الهبة أو العطية. أما غير الأب والأم فليس لأحد إذا أعطى العطية أن يعود فيها، بل قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، حتى أخذ العلماء الحكم التحريمي من الوصف الذي ذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فمن هذا أخذ العلماء حرمة العود في العطية، الرجوع في العطية لا يجوز. وفي الحديث: لا يحل لأحد أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وهذا بشرط أيضا أن لا يكون الولد قد تصرف فيها، أو أن لا يكون الولد قد تزوج أو بها أو رهنها أو تغيرت لاهتمام الولد بها، كما لو أعطاه أرضا وليس فيها من شجر فجعلها مثمرة بالأشجار والثمار وجعل فيها حفر فيها الآبار، خلاص الآن انتهى، حتى الأب ما عادش يقدر يعتصرها ويرجعها. نعم، والله تعالى أعلم.